الست دي طول عمرنا بنشوفها وبنسمع صوتها في توم اند جيري، بس عمرنا ما شفنا وشها. تعال اقول لك ليه. الموضوع ليه اجابتين، واول واحده وهي الاجابه الرسميه من شركه ام جي ام نفسها. منتج توم اند جيري فريد كويمبي قال سنه 1951 ان احنا مش عايزين نوري وشها عشان خاطر ما نشتتش التركيز عن توم وجيري نفسهم. ماشي يا عم فريد، اجابه تبدو رسميه منطقيه ولا غبار عليها، بس هل هي دي الاجابه الحقيقيه؟ شخصيه الست دي ظهرت في توم اند جيري سنه 1940، وساعتها كان في صوره نمطيه كده منتشره في مجال الترفيه الامريكي. فهل فعلا كان الموضوع ان هم مش عايزين يشتتوا التركيز عن توم وجيري، ولا ان ست من اصحاب البشره السمراء في امريكا وقتها ما كانوش بيظهروا وشها لان المجتمع كان شايفها كده؟ واللي يثبت ده اكتر ان في سنه 1954 الست دي اختفت تماما من مسلسل توم اند جيري بعد ما ظهرت في 19 حلقه كاملين، وفجاه اصحاب البيت بقوا مقابل من اصحاب البشره البيضاء، وسبحان الله بقى وشهم يظهر في الشاشه عادي، واحنا اللي كنا اطفال ابرياء بنتفرج واحنا مش فاهمين اي حاجه، واعترف في حوارات بتحصل في الباك ستيج. ولو ما حدش شافها ده شكلها، لانها ظهرت في جزء من الثانيه في حلقه قبل كده في توم اند جيري. انت بقى تفتكر ايه السبب اللي ما كانوش بيظهروها علشانه؟ اكتب لي في الكومنتس.